واقول انه يعني مع تقديرنا الكامل لابنائنا الشباب المشاركين في هذه الحمله، لكن كنت اتمنى ان يمارسوا يعني العمل السياسي يعني بمصداقيه واكثر شفافيه، والا يستخدموا وسائل غير شريفه في زياده عدد الموقعين، الذي اصلا حتى لو وقع اكثر من 50 مليون يعني فهذه ايضا ليست وسيله ديمقراطيه او قانونيه نستطيع بها ان كأنه في تشكيك يعني بالعدد. سيد جمال لحظه واحده. نعم، في تشكيك بالعدد. حين تستخدم يا سيدتي قاعده البيانات الخاصه بالجمعيه الوطنيه للتغيير والتي شارك فيها اكثر من مليون واحد، حين نفاجأ بان الدكتور البلتاجي احد الاسماء الموقعه على تجرد وثابت في رقم بطاقته، حين نفاجأ بأن عدد كبير من رموز الإخوان تم وضع أسمائهم وأرقام بطاقتهم على تجرد، وهم طبعا لم يوقعوا، ولكن تم الحصول على هذه البيانات من الجمعية الوطنية للتغيير. يعني أعتقد أنه هذه الوسائل غير الشريفة في محاولة إصناع بطولة زائفة بأن نظام الحكم غير شرعي وأن العديد من المواطنين يطالبوا بإسقاطه، فأيضا هناك حملة أخرى قد تحصل على أكثر من 10 ملايين صوت. يعني القضية ليست في أن نوقع على استمارات، ولكن القضية أتمنى أن تكون الحرص على أن نحترم جميعا آليات العمل الديمقراطي. هناك عقد تم إنشاؤه بين الشعب وبين الرئيس مرسي مدته 4 سنوات، لا ينبغي لأحد أن يعتدي على هذا العقد ولا أن يمزقه ولا أن يمنع سريانه، ومن ثم ينبغي أن ندعم الشرعية وندعم الدكتور محمد مرسي الذي جاء بإرادة الشعب المصري وأراد الصناديق، ولكنه أيضا لن يذهب بورقة توقع حتى لو وقعت من ملايين الملايين من الناس. نعم. طالما هي إذن لا تأثير بالنسبة إليكم. يعني أنا بس عايز أذكر بنتنا اللي كانت بتتحدث الآن أن تعود إلى حديث الأستاذ أحمد فؤاد نجم، الشاعر أحمد فؤاد نجم، وهو موجود على اليوتيوب، حتى تتأكد أن هناك بالفعل وسائل غير شريفة في التعامل في هذه المسألة، حين أقر بصوته ولحمه ودمه أنه وقع أكثر من 16 استمارة لتمرد في هذا الأمر. فهل يا أستاذة ينفع أن واحد بس يوقع على 16 استمارة ثم تقولون لنا أن هذه الأصوات أصوات صحيحة؟ وأنا قلت حتى لو افترضنا أن هذه الأصوات أصوات صحيحة، فليس بالضرورة أنه حين نحصل على عدد 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 أو 20 أن هذه الوسيلة وسيلة ناجعة وقانونية ودستورية. ينبغي أن نلتزم جميعا بالدستور، وينبغي أن ندرك جميعا بأن الدكتور محمد مرسي حين يقول الأخ الضيف من لندن بأن الصناديق لا يعول عليها، يعني مع تقديري واحترامي لكلام حضرتك، لكن دي يعني أنا بس بعتبرها رتالة سياسية في الحقيقة، وتؤدي إلى أن احنا يعني ننحي الصناديق والعملية الانتخابية والديمقراطية جانبا، وبعدين بتقول لي كلام غريب قوي نرجع للشعب. والشعب ايه؟ ما هو الشعب هو اللي مختار الرئيس مرسي من خلال الانتخابات، هترجع للشعب ايضا من خلال الصندوق. طب انت عايز تلغي الصندوق، طب ازاي هنتحكم الى ايه؟ نعم. الى شويه استمارات يوقع عليها عدد من الناس بوسائل ندركها جميعا وظهرت بها اسماء بكل اسف، منها زميل محامي فوجئ باسمه في هذه الاسماء واقام دعوه الان على حمل التمرد بسبب استخدامهم وسائل غير شرعيه في هذا الامر. نحن لا ندعي، ولكن نقول بانه ينبغي ان كنتم يا اخواننا